فيلمنا النهارده بيبدأ بأغرب عيلة ممكن تشوفها في حياتك، واللي بتكون أكبر مشاكل ليهم في الدنيا هي غزو الروبوتات. وما شاء الله بنلاقيهم عيلة هلاهوطة على الآخر وما عندهمش فكرة عن أي حاجة بيعملوها. وبنتعرف على كيتي اللي قضت كل طفولتها في إخراج شوية أفلام عجيبة ما يعلم بيها إلا ربنا، وبالرغم من إنها بتعاني من تنمر كل الناس من حواليها بس بنلاقيها ماشية في طريقها عادي ومصرة على تحقيق حلمها. وبنتعرف كمان على ايرين أخوها الصغير، وبنكتشف قد إيه كان عنده هوس بأي حاجة ليها علاقة بالديناصورات. وطبعا ست الكل ليندا اللي كانت دايما بتشجع كل افراد العيله بسبب ومن غير سبب. واخيرا بنتعرف على ميتشل كبير العيله، وده بقى كان كل همه في الدنيا الصيد وتصليح الحاجات البايظه. ومن كتر حب كيتي للاخراج بنلاقيها بتقدم في اكاديميه الفنون، وهناك كل الناس بترحب بيها، وشكلها كده اخيرا لقيت حد يفهم دماغها، وعلى طول بتجري على اهلها عشان تبلغهم الخبر ده، وبيحتفلوا بيها بكب كيك شكلها كده استغفر الله العظيم. وهنا بيكون ايرين متوتر جدا عشان هتكون ليها حياه بعيده عنه، بس بتعرف ازاي تطمنه بكل سهوله. وبالصدفه بيشوفوا اعلان عن صنع روبوتس متطور جدا، وساعتها بيحضر ميتشي عشان لمتهم الحلوه تكمل، وعلى طول بيطلب منهم انهم يعيشوا اجواء عائليه من غير اي تكنولوجيا قبل ما كيتي تروح الاكاديميه، لكنها حبت انها تاخد رايهم في احدث افلامها. وكالعاده طبعا بنلاقي باباها بيحبطها بانتقاداته ليها، ومش كده بس ده كمان بيكسر اللاب بتاعها زي ما دايما كان كسر بخاطرها. وهنا طبعا بتواجهنا مشكله كبيره في اختلاف تفكير الاجيال واختلاف الثقافه بينهم، وعلى طول بنلاقي ليندا بتحمل ميتشي ذنب كل اللي حصل، وبتنصحه كمان انه لازم يقرب من بنته اكتر من كده. وبالصدفه بيلاقي لعبته المفضله اللي كان مديها تذكار لكيتي جوه صندوق الزباله، وبيكون حزين جدا لما بيتفرج على كل ذكرياتهم سوا، وبيتمنى من كل قلبه انها ترجع تحبه زي زمان. وتاني يوم كيتي بيكون متحمسه انها تروح الاكاديميه، وكل اصحابها هناك بيبقوا قاعدين مستنيينها على حر من الجمر. وبنتفاجئ لما بنلاقي ميتشل بيقرر يلغي تيكت الطيران بتاعها ويوصلها بعربيته اللي ما شاء الله ما فيش منها اتنين، وكان شايف انها تبقى رحله عائليه عشان يرجع الميه بينهم لمجاريها. وطبعا كيتي ما كانتش طايقه نفسها وبتتمنى من كل قلبها انها توصل باسرع وقت ممكن للاكاديميه. ولما بيكونوا في الطريق بتواجههم حبه مشاكل من اللي قلبك يحبها، وده كله بسبب ان دماغ ميتشل كانت ما شاء الله مصديه. وهنا بقى سبحان الله كلبهم بيعرف ازاي يقرفوا في عيشته زي ما هو قرفهم ومطلع عينهم. وبنلاحظ الحزن الكبير بتاع ميتشل لانه دايما كان حاسس ان هو في وادي وولاده في وادي تاني خالص. وفعلا بنلاقيهم كانوا مشغولين زي كل الناس بالفرجه على اكبر اعلان للروبوتس المتطوره. وهنا بقى بنتعرف على مارك صاحب الهلومه دي كلها، وبنتعرف كمان على بال صديق الكفاح ومن وهو شاب كحيان، لكنه للاسف بيرميها في الزباله قدام كل الناس لما بيقدر يعمل روبوتس احدث منها وعندهم حبه اوبشنز كده ولا رؤى في زمانه. وساعتها بقى بتقرر بال انها تنتقم منه اشد انتقام على خيانته ليها، وبالطريقه كده قدرت انها تتحكم في كل الروبوتس دي عشان تعمل منهم جيش تسيطر بيه على كل البشر. وفعلا اتقلب السحر على الساحر واتطربقت الدنيا على دماغه ودماغ الكل. وفي نفس الوقت بنلاقي ميتشل بيحاول يعمل اي حاجه يقرب بيها لاولاده، بس للاسف بيفشل فشل ذريع لانه مش قادر يفهم انهم كبروا وما بقوش عيال زي زمان. وكالعاده الام بتلغوش على الكلام وبتعرض على ايرون انهم يروحوا مكان فيه الديناصورات اللي عنده هوس بيها، بس بيتصدم صدمه عمره لما بيطلع مكان اي كلام والدنيا بتتنيل بينهم اكتر واكتر. وهناك بالصدفه بتقابل ليندا جيرانهم المثاليين في كل حاجه، وبتتمنى من كل قلبها ان يكونوا زيهم في يوم من الايام. وساعتها بقى بيتفاجئوا كلهم بهجوم مرعب من الروبوتس عليهم، وميتشل اللي على الله حكايته بيديهم نصايح كده كلها في الكليتش. وعلى طول كل الروبوتس بتنفذ اوامر بال الشريره وبتقبض على كل البشر واحد واحد عشان يبقى العالم كله تحت سيطرتها. وهنا بتتفاجئ عيله ميتشل اول لما بيشوفوا جيرانهم المثاليين بيهربوا من الروبوتس بشكل منظم جدا. ومش قادر احكي لكم على كميه الضحك من المهزله اللي حصلت لما بيحاولوا يعملوا زيهم، وساعتها بقى بيعملوا شلبازات في الهواء من اللي هي. بس العجيب في الموضوع انهم فعلا بيقدروا ينفذوا بجلدهم من الروبوتس. وبالرغم من كل التطور اللي هم فيه لكن كيتي بتقدر تنقذ عيلتها من سكه اللي يروح ما يرجعش. وفي عز ما الروبوتس ماشيه تقبض على الناس في كل مكان بنلاقيهم واخدين مارك قص المصايب دي كلها عشان يقابل بال زعيمه العصابه. وطبعا مش قادر احكي لكم عن صدمته لما بيعرف انها ورا كل الدمار اللي بيحصل ده، وعلى طول بتواجهه بكل الندالة بتاعته، وانه اول لما شم نفسه عليها ورماها ورا ظهره. وكمان بتفهمه بالطريقه ان البشر من غيرها ومن غير التكنولوجيا بتاعتها ولا ليهم اي 30 لازمه. وعلى طول بتقطع الانترنت على كوكب الارض، وبعدها طبعا الدنيا كلها بتتشل وبيجن جنون كل الناس. وطبعا بتجيب ضلافها وبيبتدي عصر جديد بتحكمه الروبوتس وبس. وبنكتشف ساعتها ان عيله ميتشل هم اخر بشر موجودين على الارض بعد ما الكل اتقبض عليه. وهنا بيقرر ميتشل انه يكسر كل الموبايلات عشان محدش من الروبوتس يعرف لهم طريق جره. وساعتها بيطلعوا كلهم المفك السحري بتاعهم عشان يأمنوا المكان من اي خطر ممكن يحصل. وهنا بيكون لكيتي وجهة نظر تانية وبتعرض عليهم خطة يحاولوا ينقذوا بيها العالم من الروبوتس، بس للاسف ميتشل بيرفض حتى انه يناقش الفكرة، وبتحزن جدا على كل احلامها اللي بتطير قدام عينيها في الهواء. وبيحاول ايرون انه يهدي الدنيا بينهم، بس كيتي بترمي كل الذنب على باباها في الحبسة اللي هم فيها دي لانه كان خواف. وساعتها بيشوفهم
بيشوفهم بالصدفه 2 من الروبوتس، ورغم انهم بيحاولوا بكل الطرق يهربوا منهم لكن للاسف بيقفشوهم، ولحسن الحظ ما بيعملوش معاهم اي حاجه لانهم طلعوا روبوتس خربانه اللي هو تقدر تقول كده روبابيكيا. وبتقدر كيتي بذكائها الخارق انها تستغلهم، وبتعرف منهم رمز الايقاف اللي هيدمروا بيه زعيمتهم بال. ومش كده بس، ده كمان الروبوتس بيقدموا لها اكتر من حل عشان يقدروا ينقذوا العالم من شرها. وبعد محاولات مستميته من كيتي اخيرا بتقدر تقنع ميتشل انهم يواجهوا بال ويدمروها برمز الايقاف اللي معاهم، وعلى طول بيستعد كل واحد فيهم بطريقته الخاصه للمهمه اللي تقريبا كده والله اعلم هتكون شبه مستحيله. وهم في الطريق بيقابلوا 3 من الروبوتس بس بيقدروا يخدعوهم ويفلتوا منهم زي الشعره من العجينه، لكن فجاه غطا العربيه بتاعتهم بيطير من مكانه والدنيا كلها بتخرب على دماغهم مره واحده، وبيحاولوا يستخدموا الروبوتس الاغبياء عشان يساعدوهم يهربوا باي طريقه. وهنا بقى ميتشل عمل فيها جيمس بوند وقدر يتغلب على كل الروبوتس وخلاهم ما يسووش ربع جنيه. وفي نفس الوقت ده بتقدر بال تقبض على كل البشر وبتحبسهم في زنزانه الكترونيه هيقضوا فيها باقي عمرهم، وبكده بتكون احتلت العالم كله بمساعده جيشها وكل حاجه بقت تحت سيطرتها ما عدا عيله ميتشل، اللي بالرغم من كل العقبات اللي بتواجههم بيقدروا يوصلوا للمكان اللي من خلاله هيعرفوا يدمروا بال. وعلى طول كيتي بتطلب من الروبوتس انهم يقوموا بدورهم عشان يعملوا معاها الجلاشه، بس للاسف بنكتشف ان ده كمين معمول ليهم، وبسرعه بتزوم عليهم كل الاجهزه الالكترونيه، وساعتها بتقوم الحرب العالميه الثالثه، وما شاء الله بتقدر العيله تنتصر على كل الاجهزه. واول لما بيدخلوا محل الالعاب عشان يستخبوا بنحس ان كل الاجواء اللي حواليهم مرعبه. ومش كده بس، ده كمان بيظهر لهم مجموعه من الفرب المسكونه ومعاهم الزعيم بتاعهم. وهنا بقى ابتدت حرب جديده بينهم، بس ميتش بيشغل الجمجمه وبيعمل له فخ من اللي هو، وعلى طول بتساعده كل افراد العيله، وفعلا بينجحوا انهم يعلقوا فرب زي خروف العيد. ورغم كل السعاده اللي هم فيها بيتفاجئوا ان بال بتقطع النت عنهم وكل خططهم في تدميرها بتفشل. وهنا بيقرر ميتشل انه يعمل خطه جديده مجنونه زيهم ويروحوا للوكر بتاعها في وادي السيليكون. وبالرغم من تحذيرات الروبوتس ان ده خطر جدا على حياتهم، بس ميتشل بيشجع عيلته انهم لازم يقضوا على بال الشرير، وفعلا بيستعدوا للمهمه وكلهم طاقه وامل انهم يهزموها وينقذوا العالم من شرها. وبنلاقي بال في قمه الغضب لما بتعرف انها خسرت اول جولاتها معاهم، وبتستعد لجوله جديده بمساعده روبوتس بتبقى مليانه اوبشنز من اللي هو. وبنلاقي عيله ميتشل وهم في الطريق للوكر بتاعها بيستعيدوا ذكرياتهم القديمه سوا وبيعيشوا اجواء عائليه من بتاعه زمان. وبنلاحظ ان رغم كل المصايب اللي هم فيها بيقدروا يقربوا لبعض اكتر واكتر. واول لما بيوصلوا لوادي السيليكون بيتفاجئوا ان كل البشر خلاص بقوا مسجونين جوه صندوق ازاز ومش هيخرجوا منه ابدا، وساعتها بيحضروا الخطه صايعه جدا يدمروا بيها بال. ورغم كل الحماس اللي هم فيه بيبقوا متاكدين انهم في مهمه شبه مستحيله، وعلى طول بيتنكروا في شكل روبوتس عشان يقدروا يدخلوا وسط الجيش بتاعها ويعرفوا يوصلوا لها. وطبعا وسط كل الهلمه اللي كانوا فيها دي ركابهم كانت بتخبط على الجيران من كتر الخوف. وسبحان الله بال بتكون قاريه افكارهم دي كلها وبتقدر تتوقع خطتهم بكل سهوله. وهنا بتظهر لهم على كل الشاشات الالكترونيه وبتحذر كل الروبوتس بتوعها انهم ينتبهوا لاي تصرف غريب من اي روبوتس تاني. وساعتها بقى بتحاول تلعب على مشاعرهم بشكل ذكي جدا، وفعلا بتنجح انها توقعهم في شر اعمالهم، وكل احلامهم بتطير في الهواء. وبتقدر بال تبوظ خطتهم في انقاذ البشر، وبتقدر كمان تقبض على ميتشل ومراته وبيرحلوهم على السجن، بس كيتي واخوها بيقدروا انهم ينفذوا بجلدهم. وبنلاقي كيتي بتحاول تطمن اخوها الصغير وبتحس بالندم لانها كانت السبب في فشل الخطه. وهنا بقى بتحاول تكفر عن كل ذنوبها وبتفكر في خطه جديده تنقذ بيها كل البشر. واول لما ميتشل بيدخل السجن بيتعرف على مارك وسط المصايب، وبيتفاجئ انه من اشد المعجبين بالافلام المجنونه بتاعت بنته. وساعتها بيندم ندم شديد انه ما كانش بيشاركها احلامها، وانه دايما كان شايف ان كل افلامها دي فاشله. وبتفاجئنا كيتي بخطه جديده جابت ايرور لكل الروبوتس من كتر ما هم محتارين ده كلب ولا خنزير ولا ايه حكايته بالظبط. وهنا بيحاول ميتشل انه يساعدها، وعلى طول بيشغل دماغه وبيستخدم المفك السحري عشان يقدر يفتح الزنزانه. وساعتها بيجري على ليندا عشان تقدر تساعده في خطته، لانه على الله حكايته في اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا. بس للاسف الروبوتس برضه مش بتسيبهم في حالهم، وبعد كل محاولاتهم في الهروب بتقدر تقبض على ليندا. وبنلاقي ميتشل ساعتها بيحاول بكل قوته انه يشغل الفيديو عشان يقدر يساعد بنته باي شكل من الاشكال. واول لما ليندا بتشوف ان الروبوتس بيرموا ايرون في الزنزانه جينات الامومه بتقوم عليها، وعلى طول بتعمل فيها جون ترافولتا ونزلت على كل الروبوتس ما خلتش فيهم حته سليمه. وفي عز ما كان ميتشي محتاس في تشغيل الفيديو بتطب عليه الروبوتس وبيعملوا معاه الجلاشه، وكمان بيعرفوا يقبضوا على كيتي وبتخرب الدنيا على دماغهم كلهم. وساعتها بقى بيحاول ميتشل يأثر على اصحابهم الروبوتس عشان يساعدوهم وينقذوا الموقف، وفعلا بيتمر فيهم العيش والملح وبيوافقوا انهم يشغلوا الفيديو على كل الشاشات. ومش بس كده، دول كمان بينقذوا ميتشل وكيتي في اللحظه الاخيره، وسبحان الله بترجع الدنيا تحلو تاني في عينيهم. وهنا بقى بينزلوا هما الاتنين طراخ في الروبوتس، وانضمت ليهم ليندا عشان الفريق يكمل ويعملوا معاهم احلى واجب. واخيرا كيتي بعد مجهود كبير بتقدر توصل لبال، وبمساعده الكلب بتاعها بتقدر تغرقها في شبر ميه. وبتقدر العيله الهلاهوطه دي انها تدمر بال الشريره وتنقذ العالم كله من السجن اللي كانوا فيه على ايد الروبوتس الملعونه. وبعد
كام شهر اخيرا كيتي بتحقق حلمها وبتروح الاكاديميه الجديده بتاعتها وهي طايره من الفرح، وفي اجواء رومانسيه جدا بتودع اهلها، بس المره دي وهي حاسه انها فعلا عندها احلى عيله في الدنيا كلها. وهنا بنلاحظ ان التجربه اللي مروا بيها دي حلت كل مشاكلهم النفسيه، وكل واحد فيهم عرف يعني ايه معنى السند والعيله. ويا ريت انت كمان تعرف ده وتعمل لنا احلى لايك وتشترك معانا في القناه عشان يوصلك احلى بندق.